الدخان واحد من أكتر الحاجات اللي بتسبب الإصابات والوفيات أثناء الحرائق اللي بتحصل داخل المباني المختلفة، وده بسبب قدرته على إن هو ينتقل لمسافات بعيدة عن المكان اللي فيه الحريق، وبيسبب إصابات عنيفة بسبب إن هو سخونته العالية، وكمان بسبب إن هو بيسبب انعدام للرؤية في الأماكن اللي مفروض الناس هتهرب منها، فده بيخلي الناس تعمل تدافع أو ممكن إن هو يقع من مكان مرتفع أو حاجة زي كده. عشان أتخلص من الدخان خصوصا في الأماكن اللي ليها سقف منخفض زي المباني السكنية والإدارية والفنادق، بعمل ما يسمى بالزون سموك كنترول، وده تقسيم المبنى. في الأغلب بيبقى الدور بيتقسم كزون للحريق، فيها فواصل إنشائية بتمنع انتشار الحريق من زون لزون، ولما بيحصل حريق في زون من دي ببدأ إن أنا أسحب منها على طول مباشرة دخان، وضغط الأماكن اللي فوقها واللي تحتها، وبضغط كمان أماكن الهروب زي السلالم زي الأسانسيرات لو هتستخدم في الهروب وهكذا. طيب في الأماكن اللي ليها ارتفاع أو سقف عالي زي المصانع، أقدر أستخدم الخاصية بتاعت السموك اللي هو بيعمل اكسبانشن وبيبدأ يحصل بوينسي فورس عالية في الدخان نتيجة فرق درجات الحرارة، إن هو بيبدأ يرتفع لمكان عالي، وده اللي بيخليني أقدر إن أنا أسحب الدخان من غير ما أبذل جهد في سحبه من المستوى منخفض، أستناه لغاية ما ارتفع لمكان عالي وأبدأ أتعامل معاه في المكان العالي. في الأنظمة التقليدية ببدأ أستخدم مراوح دخان عادية جدا بتبدأ تسحب من الأماكن المرتفعة اللي أنا متوقع إن الدخان هيعمل فيها سموك لاير، وأبدأ أتعامل معاها على هذا الأساس. طبعا المراوح دي بتبقى لازم تبقى مقاومة لدرجة الحرارة العالية، وبالتالي سعرها بيبقى غالي، وكذلك التكلفة بتاعة استهلاكها للكهرباء بتبقى عالية. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن بديل مهم جدا واقدر استخدمه ويقلل لي الانيشال كوست اللي انا بدفعها، وكمان يعمل لي انعدام تقريبا في استهلاك الكهرباء بتاعي. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن السموك فنت. السموك فنت بمقاساته، بالاماكن اللي انا المفروض احطه فيها، بالعدد بتاعه، بمسافات التباعد ما بينهم، بيبقى ليه حسابات دقيقه عشان اقدر اتاكد ان المسافات دي كافيه والمساحات دي كافيه لسحب كميه الدخان المتوقعه طبقا للكالكوليشنز اللي انا بعملها. وطبعا لو في مكان فيه صعوبه او درجه خطوره عاليه بضطر ان انا اعمل دراسات معمقه عن طريق CFD اناليسيز او ما شابهها، بحيث ان انا اتاكد من ان الدخان بتاعي بالكامل هقدر اعمل له كسحه، او هقدر اعمل له اشيل كافه انواع الدخان اللي موجوده عندي داخل المكان. النهارده ان شاء الله هنشوف تجربه عمليه على ازاله الدخان داخل مصنع جولسان في المنطقه الصناعيه باكتوبر.